بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة أبو يوسف سبورت. على صخرك حافر بطولاتك يا كيان يا عظيم، طول عمرك قاعد على عرشك من قدك مين، ولا يقدر شيء انه يهزك كلنا عارفين، وكفاية نقول يلا يا اهلي واحنا واثقين. أول حاجة هنتكلم عن صفقات الأهلي. رسميا أسامة جلال، محمد حمدي من بيراميدز وقعوا بالفعل للانضمام للنادي الأهلي. أحمد فتوح من الزمالك وقع على انضمامه للنادي الأهلي. حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وقع غرامة مالية على أحمد فتوح بسبب توقيعه للأهلي، وخصم 25% من مستحقات اللاعب. أما بالنسبة لمرتضى منصور فدي كانت المفاجأة. مرتضى منصور بعد ما كان بيدعم رئيس نادي الزمالك الحالي حسين لبيب في الانتخابات على أمل انه يرجع يمسك منصب في النادي، بس طبعا هيبقى كروتين، بس برواز ان هو ماسك منصب، بس هيبقى في الواقع او في الحقيقة انه هيكون هو اللي بيدير نادي الزمالك من داخل المنصب الجديد بتاعه. حسين لبيب غنى له اغنية دلع عيني دلع، اديته زومبا وخلع. بعد ما نجح حسين لبيب اتفق مع اعضاء نادي الزمالك بالإجماع، اتفقوا على سحب الرئاسة الشرفية من مرتضى منصور. ده بخصوص مرتضى وخصوص صفقات الأهلي. أما بخصوص المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، بعد آخر مباراة ليه قبل توقف الدوري الراجل رفض يحضر المؤتمر الصحفي بعد المباراة وسافر. طيب هو ده وقته يسافر فيه؟ ده وقت يسافر فيه؟ في توقف للدوري، في توقف، ايه المشكلة؟ طيب انت سافرت، سبت الاهلي وسافرت يعني ان خلاص الاهلي مش محتاجك، الاهلي في اعلى فورمة ليه عشان هو مش محتاجك؟ ده انت الماتش، اخر ماتش لعبته ده كان ماتش زبالة، مفيش اوسخ من كده. انت عندك محمد ضوي كريستو، ده نسي الكوره، الراجل ده بيقبض بالدولار ونسي الكوره. ما يلعبش ليه؟ كريم الدبيس ما يلعبش ليه اساسي في ظل غياب علي معلول؟ ليه ما يلعبش؟ ليه انت ما تبصش على قطاع الناشئين تطلع لاعب واثنين وثلاثه زي الدبيس كده لما طلع من الناشئين؟ واحد زي امام عاشور ليه ما يشاركش؟ ليه امام ما شاركش؟ خلاص اتعاقب عشان خاطر المنشطات اللي ما حدش عارفه ان الكل كان بيقولك عنده التهابات في الكاحل، لا هو كان موقوف عشان خاطر كان بياخد منشطات، وتعاقب وخلاص خلصنا. ما تعاقبوش ان هو ما يلعبش، لا عاقبه ماديا، اخصم من مستحقاته، لانه هو جاي عشان يلعب، مش جاي عشان يقعد، مش جاي عشان يقعد. ما تخلوش امام عاشور يبقى زي صالح جمعه، شغال يبقى شغال موظف، عاجبوني ان انا اقعد هقعد، المهم انا ليا مرتب هاخده وخلاص. فانا ما اعرفش ليه الناس دي ما بتشاركش، ليه امام عاشور ما بينزلش اساسي، ليه الدبيس ما ينزلش اساسي، ليه؟ عندك حسين الشحات مستواه كان زفت، ما يتغيرش ليه ما يطلعش؟ الماتش كان ماتش زبالة، واحنا لو فضلنا ساكتين على الاستهتار بتاع كولر ده يبقى الاهلي مش هيشوف اي بطولة الموسم ده. انت كان بدل ما تسافر وتروح تقضي اجازة هناك كنت انزل العب ماتش واثنين وثلاثة ودي، اعرف اللعيبة اللي ما بتشاركش، اعرف مستواهم واقف فين عشان تطور منهم.
مش هتلعب ودي ما تلعبش ودي. خصص تدريبات فرديه وجماعيه للعيبه. خصص تدريبات فرديه وجماعيه. تعرف تقف عند مستوى كل لاعب. هتعرف تقف عند مستوى كل لاعب. بص على قطاع الناشئين وطلع منه. انما بالشكل ده يبقى اللهم لا اعتراض. كده خلاص انت اقصى طموح ليك ان انت جبت 5 بطولات في موسم مع الاهلي، كنت عمرك ما هتحلم بيهم لو قعدت مليون سنه تدرب. لا، الاهلي غير كده. الاهلي غير اي فريق. الاهلي في كل بطوله بيخشها مطالب ان هو يحصل على البطوله، مش ان هو يطلع منها او يطلع من نص نهائي او من نهائي. لا، هو مطالب بالبطوله. ما عندناش بديل. ويا ريت الكابتن محمود الخطيب يتدخل ونلحق الاهلي من اوله. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.